السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فلوج بسيط كده، زيارتي لعمته وحبيبتي ربنا يخليها لنا. هي ساكنة في مايو. احنا هنركب المترو اهو، وبعد كده بننزل المترو ونركب تاني، بس انا بقى ما صورتش، كنت مشغولة بالولاد، كانت الدنيا زحمة. هنا وصلنا اهو، وانا بصور لكم المنظر من فوق. هي ساكنة في اخر دور، في الدور الخامس، فده المنظر من البلكونة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين المنظر حلو قوي. والولاد هم دول ولادي على ولاد قرايبنا يعني كلنا. الولاد طبعا انطلقوا، ما صدقوا ان هم طبعا بقالهم كتير محبوسين، ما كانوش بينزلوا، فما صدقوا ان هم يلعبوا هناك. المنظر حلو قوي. هي بتبقى عبارة عن بلوكات كده. زي ما انتوا شايفين بيبقى بلوكات كده في مربع حوالين بعض، وفي الوسط كده بتبقى جنينة خاصة بالبلوكات اللي هما جنب بعض دول. وهنا ده الناحية التانية ده بيبقى زي جبل اهو، ده جبل، منطقة فاضية يعني ما فيهاش حاجة، بس بتبقى فيها ثعالب بقى. واحنا بقينا ماشيين لقينا الثعالب ماشية. بس الثعالب يعني مش ما بتأذيش. بقينا ماشيين خايفين، بس هي ما بتأذيش، اول ما بتسمع رجل حد قدامها بتقوم مجارية على طول. وهنا ده بقى المنظر ده من البلكونة التانية، بلكونة المطبخ من الناحية التانية. جنينة برضو عملوها جنينة حلوة. هو المكان هناك حلو قوي، ودي مدرسة. والمكان ده هم عاملينه عشان المنشر، هم مش بينشروا في الواجهة زي العماير كلها اللي طالعة في المدن الجديدة، ما بينشروش في الواجهة. فالبلكونة اللي ورا الخلفية دي بتاعة المنشر، بس المنظر منها برضو حلو قوي. وزي ما قلت لكم دي مدرسة اهي. وكان في ناس قاعدة في الجنينة، بصوا فرشين وقاعدين، بجد القعدة حلوة قوي هناك اهو. هنا بقى قفلت ورحت ابص على الولاد فعلا والله كأنهم في مصيف. الولاد ما صدقوا انطلقوا. ربنا يا رب يخليها لنا يا رب، وما يحرمناش يا رب منها ولا من صلة الرحم. كان نفسنا يبقى بقية حبايبنا معانا، بس الظروف هم ساكنين بعيد، بس ان شاء الله نجتمع على خير. و... وطبعا ما ينفعش نبقى في اجتماع كده من غير الاكله الجامده دي. انا هقول لكم احنا اكلنا ايه. طبعا مفيش حد ما بيحبهاش، هتبان دلوقتي. بصوا الولاد عايشين حياتهم على الاخر، بصوا قاعدين بيلعبوا ما شاء الله ربنا يحميهم. او طبعا عرفتوا الاكله دي ايه؟ طبعا اكلنا فسيخ ورنجه. اتجمعنا واكلنا فسيخ ورنجه، احلى اكله دي ولا ايه؟ قلنا ناكل اكله كده قبل رمضان. بجد كان حلو جدا، وكان دلع وحلو قوي. وطبعا عشان الولاد ملهمش في الاكله دي، فعملنا لهم اكل لوحدهم. الولاد كلوا شاورما سوري وبطاطس وكده، فكانوا قاعدين بقى مع نفسهم، ما بيصدقوا يتجمعوا مع بعض، قاعدين بقى هم بياكلوا. وسبحان الله سمعنا صوت في الشباك، فقمنا نبص، هي كانت تفتحش الشباك ده خالص، فقمنا نبص ما شاء الله سبحان الله. بصوا لقينا ايه؟ يمامة بيضة، وبيضتين منها فاقسين ومطلعين. بصوا اليمام صغير ازاي، ما شاء الله الشكل كان تحفة. وبكده يكون الفلوج بسيط خفيف على قلبكم، يا رب يكون عجبكم. وما تنسونيش باللايك والشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.